اليوم الأسخن في تاريخ الكرة المصرية انتهى يا جدعان. هل ده معناه ان النادي الاهلي هينسحب من البطولة، ولا الكابتن محمود الخطيب هيرجع في كلامه ومرشدين للخلف؟ والكابتن حسام حسن جه في اخر اليوم قال لك اليوم سخن، طب خدوا كمان سخونة كمان. مش قصة كام بطولة، لا ده احنا كل يوم عندنا بطولة. تعالى النهارده ونشوف اللي حصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا بيكم، ومعاكم اشرف المصري. وما تنساش الصلاة والسلام على الرسول وتعمل لنا لايك. خلينا نبدأ كده في البداية ونبارك لسيدات النادي الاهلي للكرة الطائرة فوزهم بالدوري على حساب نادي الزمالك كالعاده. مبروك للبطلات. وخلي بالك دي مش البطوله الاولى، احنا لسه بس يعني 3 4 ايام اللي فاتوا دول سوبر يد سيدات ورجال زي ما احنا قلنا، وسوبر طايره، وكمان دوري طايره. لا انت عندك حوارات كتير، منهم بطولتين على حساب نادي الزمالك. ننتظر منكم المزيد وعندنا كتير لسه جاي. قبل ما ندخل في الحوارات السخنه، تعالى معايا. امبارح كنا اتكلمنا عن التحكيم الافريقي وازاي يعينوا حكم موريتاني للقاء النادي الاهلي والهلال السوداني، بما ان الهلال بيلعب في دوري ابطال افريقيا، وبما ان الهلال بيلعب في الدوري الموريتاني، يبقى الهلال محسوب على موريتانيا مش محسوب على السودان، اللي ربنا ان شاء الله باذن الله يحفظها ويعود اخواتنا السودانيين للسودان مره ثانيه. وبالتالي تم تعيين الحكم دحام بيده للقاء بتاع النادي الاهلي والهلال في اول لقاء في دوري ابطال افريقيا لدور الثمانيه. النهارده الكاف رجع في القرار بتاعه وشال الحكم وعين حكم من تشاد. شكرا للكاف، وان كانت هنبلعها وهنقول معلش ما خدتوش بالكم وان انتم مش معانا في الكوكب، ولكن ما علينا. راحت عليك المره دي يا هنا ابو ريده. خلينا نبدا مواضيعنا السخنه بموضوع سخن طلع علينا الاستاذ ابو المعاطي زكي، وانا هنا بقول بالاسم بعيدا عن الناس اللي رفضت انها تطلع تتكلم في الموضوع اسما. الراجل طلع وقال لك عمرو السوليه ومحمد الشناوي اتصلوا على الكابتن محمود الخطيب وقالوا له لا احنا عايزين نروح الملعب وعايزين نلعب قدام نادي الزمالك وهنقدر نكسبه يا كابتن، وكانوا زعلانين وقلبين وشهم ما تفهمش ازاي، بس ما علينا. يعني تقريبا هو كان موجود في وسط، يعني ما علينا في الحادثه كلها على بعضها كده، ونسي ان اداره النادي الاهلي هي اللي بتسوق الليله كلها، مش لاعب من اللاعبين هو اللي بيسوق الليله. وقلناها في اول فيديو كنا اتكلمنا فيه عن الموضوع ده، قلنا اللاعب اللي هيشترط او هيجي يتكلم عن النادي الاهلي بالسلامه، الباب مفتوح يفوت جمل. مش الجمهور مطالب منه ان هو يسند ويدعم، ثم تيجي حضرتك تقول لي اصل في لعيبه كانوا رافضين لقرار مجلس اداره النادي الاهلي. دول لعيبه داخل اداره النادي الاهلي، لعيبه داخل النادي الاهلي لازم يسمعوا مجلس اداره النادي الاهلي. شكرا استاذ معاطي زكي، اتمنى المره الجايه تتحرى، يعني انت حر، يعني تتحرى او ما تتحراش، لان 99% من الاخبار لا تتحرى فلا تتحرى. ولما حد بيتصل على حضرتك بتغير رايك وبتغير كلامك وبتعمل ضغط علشان خاطر الناس تكلمك وتتصل عليك، فما علينا، ده اسلوبك وانت حر في اسلوبك، لكن ده اداره النادي الاهلي. اتمنى تكون عارف اساسا يعني ايه اداره النادي الاهلي. تعال بقى نروح للهلبه كلها. اداره النادي الاهلي بدات اليوم بسم الله الرحمن الرحيم، راحت مقدمه شكوى قبل ما يطلع اي قرار، قبل ما يطلع اي حاجه، للجنه الاولمبيه المصريه علشان خاطر تسرع من الاحداث وتقول لك بقول لك ايه، انا مش هقف لحد هنا وبس، ومش هستنى قرارات الرابطه اللي هي عارفه كانت طالعه ايه هي. فمن الاخر كده انا رايحه مباشره للجنه الاولمبيه، ولما تطلع قرارات هنشوف هنعمل ايه بعد كده. وبالفعل بعد كده الرابطه طلعت القرارات بتاعتها: انسحاب النادي الاهلي، خصم 3 نقاط في نهايه الموسم، بالاضافه طبعا لل3 نقاط بتاعت نادي الزمالك، وفوز نادي الزمالك 3-0 مع غرامات للنادي الاهلي يتحملها كلها، اللي هي يعني من الاخر يعني تم تقديرها ما بين 220 مليون ل 500 مليون جنيه، ما تفهمش ازاي يعني. ما علينا، في حين ان القرارات قبل كده زي ما احنا قلنا في ماتش الزمالك لما الزمالك انسحب من قدام الاهلي تكلفت حوالي 16 مليون جنيه، لكن ده النادي الاهلي حط له 0 3 4 اي حاجه علشان خاطر يعني نكبر المواضيع ونعملها. وبالتالي النادي الاهلي تسبق بالشكوى بتاعته، راح مطلعه الرابطه هي كمان قراراتها، وقالت في اخر الكلام احنا يعني بنحترم قرارات لجنه الاولمبيه اللي هتطلع القرارات بتاعتها وتشوف المشكله جايه فين بالظبط، وهننفذ اللي هم يقولوا والله سعادتك. فراحت اداره النادي الاهلي راحت مطلعه هي كمان بيان، وقالت لك بص بقى يا باشا، يعني انت الخطاب اللي انت طلعته دوت حلو جميل جدا جدا وطعمه جميل جدا، ولكن نرفض كل ما كان موجود في القرار، ونرفض ان انت تعلن النادي الاهلي منسحب، ونرفض ان انت تخصم الناس 6 نقاط، ونرفض كمان ان انت تدفعنا الفلوس والمبالغ اللي موجوده ديت. وبالتالي حضرتك انا كمان هستنى اللجنه الاولمبيه وبحترم قراراتها. الفرق بين النادي الاهلي لما قال احترم، والفرق بين النادي او الرابطه بتاعت الانديه قالت لك انا هلتزم بالقرارات. في فرق بين كلمه احترام والتزام. انا بحترم القرار سواء كان ايجابي او سلبي فانا بحترمه، ولكن بعد كده في عندي حاجات تانية ممكن اقدر ان انا يعني اصعد ليها او اتكلم عليها، او اروح للمحكمه الدوليه، او اروح للاستئناف اللي موجود في الاتحاد المصري، ثم بعد كده اروح للمحكمه الدوليه. لازم في درجات بنعملها، ما بنطلعش السلمه مره واحده لاخر سلمه. طب هتلعب الرابطه ولا لا؟ حتى الان النادي الاهلي هيلعب الرابطه، لان مفيش قرار نهائي طلع، وانت حاليا مستني القرار اللي هيطلع
من لجنه الاولمبيه اللي حالت الموضوع للجنه خاصه عندها، والموضوع ده هيتم حله قبل ماتش النادي الاهلي وبيراميدز يوم 12 ابريل القادم. يعني انت بتتكلم في شهر عندنا في القصه دي كلها، فيعني غالبا الموضوع هياخد له اسبوعين ثلاثه، هيكون اتلعب ماتشين الرابطه ثم بعد كده هيطلع القرارات. خلينا ورا النادي الاهلي ومع النادي الاهلي، ولكن تعالى حضرتك نقول لك هو النادي الاهلي اعتمد على ايه في قراراته مع اللجنه الاولمبيه. النادي الاهلي بسم الله ما شاء الله كده راح مجمع 12 فايل كده بفيديوهات باصوات برسائل واتس بحاجات موجوده على الساحه بخطابات بحاجات 12 حاجه، وراح باعتها للاولمبيه. قال له بص بقى خد يا لجنه الاولمبيه، شوف انت الليله وانت عندك قضاه محترمين يقدروا يناقشوا الموضوع، وتعالى هات الاطراف كلها ونقعد نتكلم ونشوف مين عنده الحق ومين عنده الباطل. من ضمن الحاجات دي واهم حاجه وانا قلتها مره واثنين وثلاثه ان الوزير اشرف صبحي جاب حكام من السعوديه، والحكام بالفعل وصلوا مصر، والوزير كان عايز ياجل اللقاء لمده ساعه او ساعتين، ولكن الاوضاع مشت عكس ما كان محتاج الوزير، فخلع الوزير من الليله. وكمان الخطاب بتاع الرابطه اللي بعتوه لاتحاد الكوره، الاتحاد الكوره نايم، معرفش هو نايم ليه ومستخبي في الذره، وفي كلام كده بيتقال ان في حد بيجاهد في الليله كلها، ولكن ما علينا يعني، سيبك من القصه دي كلها وخلينا نركز في اللي بيحصل. فالنادي الاهلي بعت يعني 12 حاجه احنا اتكلمنا فيهم في حاجتين، في كمان شويه حاجات كده ان اتحاد الكوره كان في كلام مطلعينه ان في حكم يوناني، لا ده في حكم ايطالي، ده في كلام على الواتس، ده في مكالمه ما بين الكابتن محمود الخطيب والاستاذ هاني ابو ريده وهو قال له فيها هيكون في حكام اجانب. طب يعني الكذبه الكبرى اللي حصلت في الليله دي كلها، قال لك اصل النادي الاهلي ما طلبش حكام اجانب، وكان المفروض النادي الاهلي يطلب ويدفع فلوس، ودي اكبر كذبه اتحطت، لان القانون واضح وباين. القانون بيقول لك علشان تطلب حكم اجنبي للقاء لازم يكون قبلها ب 14 يوم، المده دي ما ينفعش لو انت عديت 13 او 12 او 10 او 6 ايام زي ما كان محطوط ان انت تطلب حكم اجنبي. ده القانون ودي اللائحه اللي حضرتك بتتكلم عليها، انت عايز تطبق لائحه على الاهلي ومش عايز تطبق لائحه على نفسك. وبالتالي لما النادي الاهلي تحدث مع الرابطه قالت لا خلاص احنا جايبين حكام اجانب، وبالتالي بعتت لاتحاد الكوره ان هو يجيب حكام اجانب. فالاتحاد الكوره قال لك خلاص احنا عندنا اصلا حكم يوناني وحكم ايطالي ونقدر ان احنا نجيبهم في اي وقت. الموضوع تلعبك وتلخبط، وبعدين الوزير راح جاب حكم في 3-4 ساعات، واتحاد الكوره قال لك اصل انا ما عنديش وقت ان انا اقدر اجيب حكام اجانب. الوضع كله غريب وعجيب، علشان كده النادي الاهلي خد الكوره كلها ورماها في حضن اللجنه الاولمبيه. الكلام بعد النهايه دي كلها، هل النادي الاهلي في الاخر يعني اشرف هيعيد اللقاء؟ لا. ايه ده يعني النادي الاهلي مش هيعيد لقاء الاهلي والزمالك؟ انا بقول لك تقريبا بنسبه 90% مش هيتعاد اللقاء، ولو اتعاد اللقاء يعني ساعتها الموضوع هيكون حاجه بوم وحاجه كبيره جدا جدا، وده اللي انا اتمناه ان يتعادل اللقاء. لان انا من وجهه نظري انسحابك من لقاء نادي الزمالك ثم ان انت تروح تلعب لقاء بيراميدز بدون ما يكون عندك وجه حق، اذا في مشكله كبيره عند اداره النادي الاهلي، وانا عن نفسي هكون واقف ساعتها ضد اداره النادي الاهلي، لانك انت خدت بيان وخليت الجمهور كله والدنيا كلها مشيت ورا اداره النادي الاهلي. فنتمنى ان احنا نمشي ورا خطابك ورا كلامك لنهايه المطاف. واحنا حاليا كلنا داعمين لكل قرارات مجلس اداره النادي الاهلي، ولن نبيع مجلس اداره النادي الاهلي ولن نضحي بيه، لان يعني في كلام طالع تضحيه بمجلس اداره النادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله ده مش هيحصل. خلينا نختم في اخر حاجه سخنه معانا، والكابتن حسام حسن اعلن قائمه منتخب مصر للماتشين اللي هيكونوا موجودين في تصفيات كاس العالم ان شاء الله باذن الله 2026، سواء اثيوبيا او سيراليون. يعني ان شاء الله باذن الله ماتشين سهلين نقدر ان احنا نتخطاهم بكل سهوله ان شاء الله باذن الله. الكابتن حسام حسن يعني في القائمه دي بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله، خليها هي كمان قائمه ملتهبه، بعد عنها امام عاشور، بعد عنها عمر جابر، بعد عنها لعيبه كتير جدا جدا زي لعيبه بيراميدز مثلا في الناحيه الدفاعيه، لعيبه كتير كانت تستحق انها تكون موجوده، ولكن للاسف كابتن حسام قال لك انا والله يعني انا ولا طايق عمر جابر ولا طايق احمد الشناوي ولا طايق احمد سامي، في شويه ناس كده انا مش طايق، ولا حتى امام عاشور، في ناس كده انا مش طايقها ومش عايزها ومش عايزها تكون موجوده. انت حر يا كابتن حسام، ده المنتخب اللي انت هتتسال عنه في الاخر. والكابتن حسن شحاته عمل كده قبل كده مع نجوم كتير كانوا موجودين في الوقت بتاعه، وعادي جدا جدا ربنا كرمه ووفقه لانه كان حاطط خطط وحاجات في دماغه. ولكن اللي انا شايفه كده من الكابتن حسام لا، في مشاكل هتحصل، واعتقد هيبدا يغير قناعاته الفتره اللي جايه، ولازم في ناس هتتحط داخل قائمه المنتخب الوطني. ولكن في الاول وفي الاخر احنا بنتمنى التوفيق للكابتن حسام حسن، وبنتمنى التوفيق لمنتخب مصر. وفي النهايه احنا وصلنا خلاص للختام، نصلي ونسلم على الرسول، وما تنساش تكون عملت لينا لايك، اكون شاكر جدا جدا ليك، ونتقابل مره ثانيه في فيديو جديد، والسلام عليكم.